انا قلت بقى احنا داخلين على عيد الضحيه، كل سنه وانتم طيبين. وعيد الضحيه بقى مش هينفع من غير الكفته الحاتي الجميله. هقول لكم على كل اسرار وتركات الكفته الحاتي، وازاي ما تخسش مننا، وازاي ما تكرمش منك، وازاي ما تشدش مننا. بالعكس هنقول على مكون سحري هيزود معاكي الكفته وهتطلع معاكي زي الزبده. ونعمل معاها شويه بطاطس كده في الفرن، ما اقولكمش على الجمال والحلاوه. واحنا دايما نقول ايه؟ اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله وننظم شغلنا. انا هنا يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم جبت الكبه بتاعتي ونزلت ببصلايه كبيره كده ونعميها كويس قوي في الكبه. بعد كده يا ستي هاتي المصفى السلك كده صفي لي البصلايه دي خالص من الميه، مش عايزه فيها ميه خالص. تمام كده. بعد ما نصفي البصلايه كويس قوي كده خلاص، اهم حاجه مش عايزه ميه في البصله. الميه هنركنها دلوقتي، مش هنتكلم عليها دلوقتي. وهجيب نص كيلو لحمه لحمه مفرومه، وهننزل كمان عليها بالبصلايه اللي احنا صفينا ميتها. يبقى ده نص كيلو لحمه مفرومه، وممكن تعملي ربع كيلو براحتك خالص. وهنزل عليهم بالبصلايه اللي هي مفرومه. ودي قطعه دهن يا ستي، قطعه السمين بتاع اللحمه او قطعه ليا، قطعيها كده. دي ليا هلا بتحطي دهن في اللحمه عشان يا ستي ده يخلي لك الكفته بتاعتك طريه. وربع معلقه توم مفروم، ونزلت معلقه صغيره ملح وفلفل اسود ورشه جوز الطيب. الكفته يا جماعه ما بتحطلهاش توابل كتيره خالص عشان ما تضغيش على طعم اللحمه بتاعتك. ودي ربع ربطه بقدونس بتدي تطعيمه حلوه جدا. وربع معلقه سكر عشان تخلي لك الكفته بتاعتك كده طعمها زي بتاعت بره، بنقول عليها مسكره. هي ربع صغيره قوي. وقلبيهم في بعضيهم. وتعالي يا ستي انا حطيت بابريكا وحطيت شطه حسب الرغبه برضو. ودي اللي المكون السحري اللي هيزود معاكي الكفته وما يخليهاش تخس منك. ربع معلقه بيكنج باودر. وقلبيهم في بعضيهم كده. وتعالي يا ستي في الكبه ونعميهم. بس لا ما تنعمهمش قوي، يعني اديهم كده ضربه كده في الكبه بحيث ان الخليط يختلط في بعضه. طب يا هلا ما عندناش كبه نعمل ممكن يا ست بالمخرطه كده زي الملوخيه بالظبط، وخرطيهم بالمخرطه. مش مخرطه، ممكن يا ستي كمان بايدك عجنيه كله ببعضيه. اهم حاجه تحسي ان في خيوط طلعت كده في اللحمه بتاعتنا. ممكن يا ست قطعه الدهن والبصلايه تعملوهم في المبشره، واخلط الحاجه بايدك لغايه ما يطلع معاكي خيوط كده للحمه للكفته بتاعتنا. انا هاخد طبق الكفته ده هريحه في التلاجة عقبال ما نجهز وجبه البطاطس. انا قلت اعمل لكم وجبه بطاطس حلوه كده. دي 3 بطاطسات كبار انا كنت غسلهم كويس قوي. وبعد ما غسلتهم كده سلقتهم نص سلقه، وهنقطعهم زي ما هما بقشرهم كده صوابع محمله. ليه هلا بتعمليها بقشرها؟ عشان القشره دي اللي هتمسك لك البطاطس ومش هتخليها تتكسر منك. بعد كده هنجيب الصينيه، احنا شغلنا كله في صينيه واحده. هنجيب البطاطس دي نحطها في الصينيه بتاعتنا. انت ممكن تجيبي صينيه اكبر مني انا كده، وعشان البطاطس ما تتكسرش منك، وحطيهم جنب بعضيهم. تمام كده. بعد كده يا ستي هننزل عليهم بربع معلقه ملح صغيره، وكده بابريكا، وربع معلقه كمون، و3 معالق كبار زيت. تمام كده. وقلبيهم في بعض بالراحه، وناخدهم زي ما هم كده. بعد ما نقلبهم بالراحه هحطهم تحت الشوايه عشان يحمروا ويقرمشوا معانا. هنوديهم تحت الشوايه ونسيبهم كده ياما نجهز الكفته بتاعتنا. انا جبت الكفته بتاعتي من التلاجة، ودي ميه البصل هنحط فيها حبه ملح صغيره وربع معلقه فلفل اسود. دي كل توابلنا. وحب الزيت، لان دي اللي هنصبع بها هنسمغ بها الكفته بتاعتنا باللغه بتاعه الكباب. ودي العيدان بتاعه الكفته هنزلها في حبه ميه كده، وهبتدي اخد عودين كده من العيدان دي هنصبع عليها الكفته بتاعتنا. تعالوا نشوف هنصبع ازاي. هاخد القطعه كده، وعايزاكم تركزوا معايا في حجم الكفته عشان انا هاكد لكم كلامي عملي ان مش هتخس معانا ولا سنتي. تمام كده. ناخد القطعه كده على عودين او ممكن عود واحد، ده براحتك خالص. ونبتدي نفرطها ونسمخها او نصبعها بلغه بتاعت الكباب. يعني تعمليها بايدك كده. بعد ما تفرطيها ابتدي سمنيها، وتاخدي تحطي ايدك في الميه بتاعت البصل، وتبتدي توزعي الكفته على العيدان. وبعد كده سمغيها بصوابعك كده زي القطع كده.
تبقى شكلها زي بتوعة الكباب بالظبط. وركزي معايا في الحجم بالظبط، انا متأكدة هيزيد مش هيخس. خدنا كده الكفتة بتاعتنا حطيناها فوق الصينية، ويلا بقى تحت الشوايه، وكل شويه تاخدي من خليط الميه بالبصل دي تتعمي الكفته بتاعتك. ويا ريت اللي ما حطيتش لايك تحط لي لايك عشان الفيديوهات توصل لكل الناس. انا قعدت كل شويه اقلب كده تحت الشوايه، بس انا طلعتها لكم بوريكم ازاي ان انا بدهنها، بس انا بدهن تحت الشوايه. كل شويه اقلب الكفته بتاعتي وادهنها بميه البصل وادخلها تحت الشوايه. وبعد ما تخلصي الكفته كده نزلي الصينيه بتاعتك كده على على ارضيه الفرن عشان البطاطس تاخد لون من تحت، واطفي الشوايه بتاعتك. ادينا عملنا الكفته بسم الله ما شاء الله، حجمها زاد ما قلش معايا. لو انتوا فاكرين وانا بعملها قلت لكم ركزوا معايا ان هي مش هتخس خالص، بالعكس زادت معايا، كانت طريه جدا تحفه يا جماعه، طعمها احلى من بره بكتير. اديكم شايفين الصابع يملى العين بسم الله ما شاء الله. يعني الكميه دي كلها من نص كيلو لحمه بسم الله ما شاء الله. اديكم شايفين كده مع شويه البطاطس مع طبق الكاتشب، وانا عامله معاكم كاتشب على القناه، وعاملين احلى كفته في الدنيا. اديكم شايفين شكلها يفتح النفس. فاقول لكم ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. ومع شويه البطاطس الحلوين المقرمشين دي، واديكم شايفين صوابع الكفته بسم الله ما شاء الله. الكفته بالشده معايا مش مكتومه معايا، الكفته بتدوب في البق بسم الله ما شاء الله. الحجم بتاعها زاد. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ هنتظر رايكم في التعليقات، وبتمنى ان انتوا تجربوا طريقتي، وانا متاكده باذن الله ان هي هتعجبكم، وخصوصا دي تعتمدوها لعيد الضحيه باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، وهقول لكم بالهنا والشفا مقدما.